ودايما بتقارنوا نفسكم بموسم حصاد الآخر. يحكي لكم ماذا لو مش بالضرورة عشان عناية بالبشرة لازم يبقى عندي سكين كير ضخمة، لا أبدا. دربوا نفسكم على ده من دلوقتي. كتير من الناس في الوقت الحالي تحديدا بتعاني من تعفن في الدماغ، مش أي حاجة وخلاص هنتفرج عليها. تجربوا سناكات جديدة، تخرجوا تتمشوا. اهلا، انا شيماء حسان، فاهلا بيكم لو اول مره تشوفوني، واهلا بيكم كمان مره في فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما شفتم تحت في العنوان ازاي نعمل جلو اب قبل الدراسه. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. الخطوه الاولى وهي الترتيب والتنظيف. ازاي هنعمل كده؟ الفكره بكل بساطه ان احنا لازم نرتب ونروق وننظف الاوضه بتاعتنا بعمق، عشان اثناء الدراسه والشغل بنبقى مشغولين شويتين، فيدوب نرتب اول باول عشان مساحتنا تبقى كويسه. الحاجه التانية يفضل ان احنا نخلي المساحه بتاعتنا هاديه ومريحه، وفي نفس الوقت يا سلام لو بتكون بتعبر عنا وعن شخصيتنا والانطباع اللي جوانا. كل واحد بيحب يخلي ستايل الاوضه تبعه والمكتب بتاعه كذلك بستايله، فانتوا شوفوا الستايل اللي يكون مريح وهادي بالنسبه ليكم واشتغلوا عليه. الخطوه اللي بعد كده وهي خطوه ان احنا نغير الديكورات ولو بحاجات بسيطه، زي مثلا هنجيب الديكورات اللي في الصالون نحطها في الاوضه والعكس. الخطوه دي هتفرق جدا في نفسيتكم وكذلك هتفرق في شكل الاوضه طبعا. الخطوه الثانيه وهي خطوه العنايه بالبشره. مش بالضروره عشان عنايه بالبشره لازم يبقى عندي سكين كير ضخمه، لا ابدا. يكفي 3 منتجات وهو الغسول والمرطب وواقي الشمس. ده اللي انا بنصحكم بيه بشكل يومي. اما لو حابين تعملوا حاجة بشكل اسبوعي تقدروا تعملوا ماسكات ان كان طبيعية او الماسكات الجاهزة، كذلك تقدروا تعملوا سكرابات، كذلك تقدروا تعملوا بخار لبشرتكم. بس دي حاجة انا مش بنصح بيها قوي، لو هتعملوها يفضل كل 15 يوم مرة. لكن بلاش بشكل متكرر عشان انا اعرف ان في ناس بتحب تعمل كده. الخطوه رقم 3 وهي العنايه بالجسم. الخطوه الاولى اللي انصح بيها وهي فكره ان احنا لازم نصحى بدري جدا، وحاولوا تتدربوا على ده من دلوقتي، لان الخطوه بكل بساطه هتفرق في فتره الدراسه. اغلبنا بنصحى بدري عشان نروح الجامعات او المدارس بتاعتنا، فدربوا نفسكم على ده من دلوقتي. الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة الرياضة. خطوة الرياضة من أكتر الحاجات اللي هتفرق في تطوير جسمكم وكذلك والأهم طبعا وهي نفسيتكم. من الحاجات المهمة وهي وجبة الفطار والأكل الصحي في المطلق، يعني دي حاجة من الحاجات اللي أنصحكم بأنكم تكتسبوها. وما تنسوش عادة شرب المية. الخطوة الرابعة وهي خطوة العناية بالشعر. انصحكم جدا انكم تهتموا بشعركم. اكيد مش هقول لكم تغسلوا شعركم وانكم تحطوا له مرطب والجو ده كله، دي حاجات بديهيات معروفه. كذلك الماسكات والحاجات دي كلها خلاص يعني لا غنى عنها. بس اللي انا قصدي بيه من العنايه بالشعر هي فكره ان احنا لازم نقص اطراف الشعر، عشان دي خطوه من الخطوات اللي احنا اوقات بننساها. وكذلك من الخطوات المهمة بما اننا محجبات وهيبقى الجو اغلب موسم الدراسة، فانصحكم انكم تختاروا بندانة كويسة وحجاب يكون مناسب علشان الشعر. وكذلك كل ما تصح لكم الفرصة لانكم تهووا شعركم، يعني اول ما ترجعوا من الجامعة على طول او من المدرسة حاولوا انكم تخلعوا الطرحة على طول عشان تهووا شعركم، فكوا شعركم، ادوا راحته ومساحته. لانه من كتر ما احنا بنبقى كاتمين على الشعر شعرايه بتبوظ بل بتتدمر، بالاخص الطلبه بتوع المدارس لان هم بيرجعوا من المدرسه على الدروس، بيبقى يومهم كله بره. فحاولوا انكم تدوا مساحه لانكم تهووا شعركم. ما تنسوش اول ما ترجعوا من البيت تفكوا الخطوه رقم 5 هي خطوه العنايه بالعقل. الفكره هنا بتكلم عن كتير من الناس في الوقت الحالي تحديدا بتعاني من تعفن في الدماغ، وده بيرجع للسوشيال ميديا والحاجات اللي احنا بنعمل سكرول عليها طول الوقت وما بنبقاش بنستفاد منها ولا حاجه تقريبا. حاولوا انكم تختاروا الحاجات اللي انتوا بتدخلوها مخكم، ايه اللي انتوا محتاجينه، ايه الحاجات اللي انتوا مهتمين بيها بالظبط، مش اي حاجه وخلاص هنتفرج عليها. حاولوا انكم تكونوا بتهتموا قوي بما انكم داخلين على فتره جامعه او مدرسه. فالفتره دي من كتر ما انتوا بتعملوا سكرول وبتدخلوا اي حاجه مخكم مش هيستقبل حاجات جديده او حاجات مفيده، وهيتعود على المقاطع القصيره. احنا في الجامعه بنسمع محاضره ما يعادل ساعتين تقريبا، المدرسه مثلا ساعه الا ربع في الحصه. مشكله في عطل هنا، فلازم تأهلوا نفسكم للخطوة دي وحاولوا تبعدوا عن السوشيال ميديا وتركزوا قوي على الحاجات اللي انتوا بتدخلوها لمخكم.
ومن الخطوات اللي هتساعدكم وتأهلكم لده، وهي فكرة انكم تسمعوا بودكاست. البودكاست شوية بتبقى طويلة، اختاروا مواضيع تكونوا مهتمين بيها. كذلك خطوة القراءة، لان في القراءة انتوا بتختاروا المواضيع اللي انتوا حابين تقرأوها، وكذلك بتبقوا تاخدوا راحتكم ووقتكم ومساحتكم. فدي من الحاجات اللي هتبقى فيها حرص شوية على الحاجات اللي بتدخل لمخنا. كذلك خطوة الكتابة والتدوين، حاولوا انكم اول باول تكتبوا الحاجات اللي بتدور في مخكم عشان تقللوا نسبة المشتتات في خطوة العصف الذهني. وكذلك حاولوا انكم تكتبوا الحاجات اللي انتوا حابين تشتغلوا عليها في المستقبل عشان برضو تقللوا نسبة الدوشة اللي ممكن تبقى شغلة بالكم. وهي فكرة انكم تناموا بدري، اهم حاجة انكم تناموا بدري، لان خطوة النوم هي مريحة للجسم وكذلك العقل. الخطوة رقم 6 وهي خطوة تجديد النفسية، من اكتر الحاجات اللي هتفرق معاكم، وهي فكرة انكم تأهلوا نفسكم. بما اننا داخلين على موسم دراسة فلازم نأهل نفسيتنا، وده هنعمله ازاي؟ من خلال ان احنا نخصص وقت لذاتنا. تجيبي مشروبك المفضل، هاتي ورقة وقلم وحاولي تصفي ذهنك. ايه الحاجات اللي انا حابة اشتغل عليها قبل ما تبدأ الدراسة؟ حاولوا انكم تشتغلوا على حاجات مثلا فن اكتر، انكم تجربوا سناكات جديدة، تخرجوا تتمشوا، تقابلوا صحابكم، تشوفوا قرايبكم، وهكذا. شوفوا الحاجات اللي حابين تعملوها قبل ما تخلص الاجازه واشتغلوا عليها. كذلك من الحاجات اللي انصحكم بيها وهي خطوه الامتنان، حاولوا انكم كل يوم تكتبوا 3 حاجات انتم ممتنين ليها. الخطوه دي هتساعدكم بشكل او باخر في كونك تقدري تستشعري النعم اللي حواليكي مهما كانت صغيره، لان من كتر ما احنا حوالينا حاجات كتير جدا بننسى ان احنا نستشعر النعم دي، ودايما بنبص على الحاجات الكبيره وبننسى ان احنا نبص على الحاجات الصغيره. يا جماعه والله العظيم لو عملتوا الخطوه دي هتفرق معاكم جدا وهتفرق في نفسيتكم. كذلك من الحاجات اللي هتجدد ثقتكم في نفسكم فكره انكم تبطلوا مقارنه. خطوه المقارنه من الحاجات اللي بتدمركم، ودايما بتقارنوا نفسكم بموسم حصاد الاخرين. طب انتوا سعيتوا لايه؟ اغلب الناس اللي احنا بنشوفهم بيلمعوا دلوقتي، احنا ما شفناش العقبات، الدروبات، الازمات اللي كانوا بيمروا بيها عشان يبقوا الشخصيه دي. احنا ايه اللي احنا عملناه؟ دايما حاولوا لما تيجوا تقارنوا، قارنوا نفسكم دلوقتي بنفسكم في المستقبل. ما تقارنوش نفسكم بحد اخر، قارنوا نفسكم انا دلوقتي عايزه ابدا خطوات جديده، احط الخطه امشي عليها، اشوف انا فين دلوقتي ووصلت لفين بعد شهر بعد سنه، وهكذا، بنفسي مش بالاخر. واخر حاجه انصحكم بيها وهي بلاش جلد ذات. حاولوا تحبوا نفسكم، تهتموا بيها، تطبطبوا عليها. مفيش حد هيكون احن منكم على نفسكم الا انتوا وبس. ما تستنوش المحبة والمحنة والمودة من الآخر. اعتبروا نفسكم دي هي الشخص الآخر. لو انتوا حد جه بيلجأ لكم في موقف ما وبيحكي لكم، ماذا لو كنتوا هتجلدوه ولا كنتوا هتطبطبوا عليه؟ اعتبروا نفسكم بقى هي الشخص الآخر. خلينا أقول لكم إن بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، كونوا بخير سوري لو كنتم سامعين أي دوشة، لأنه دي الضوضاء الطبيعية بتاعت بره البيت. لأنه الفكرة بكل بساطة بحاول على قد ما أقدر إن أنا أصور لكم بره عشان الإضاءة بتكون أفضل بكتير طبعا من إضاءة البيت. بحاول قدر ما استطعت إن أنا أصور بره بسبب الإضاءة، فزقوا معايا. يعني اعتقد تزقوا معايا الصوت اكتر ما تزقوا معايا الاضاءه نفسها. وبرضو تقدروا ترجعوا للفيديوهات القديمه وتقولوا لي رايكم في البيت افضل ولا بره. خد شكلها حلو. صوريها هناك اهو، اعملي عليها زوم بقى. سايبه شنطتي بره، عايزه اروح اجيبها. لا هاتيها تعالي. انت بتجيب حلزونه قد ايه؟ معقول؟ لا يا عم مش لا حلوه والله ميته. جربت تاكلها قبل كده؟ عجبتك؟ جميله. ايه جميله. شايفه بقى هنا بقى، بصي الدمويه كلها هنا، بصي. الساعه دلوقتي تقريبا 8. شوفوا الجو بقى شمس ازاي. بحس الموضوع مرهق قوي. يعني انا كنت بصور هنا دلوقتي فالجو صعب يعني بجد. اللي عايز يصور بره البيت لازم يكون مجهز حاله، مجهز السكريبت تبعه، وكذلك ينزل من الفجر تقريبا عشان يقدر يصور فيديو ويكون المدة بتاعته لا تتجاوز 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير.
طب ما تيجي نطلع على السريع، احنا معذبين نفسنا كده ليه؟ حطها على الزرع. انت أنا مش... لا هي اصلا مش انت ليه بتعمل كده؟ يا بنتي عشان ما تعضش. لو دي صغيره هتعض اصلا. اه بصي انت ماسكها ليه؟